جربتي قبل كده تحطي السفن على الدقيق؟ بجد النتيجة هتطلع ممتازة. معايا بقى هنا في الخلاط كوباية من السكر وكوباية الا ربع من الزيت وكوباية لبن وبيضتين وكيس من الفانيليا. هضرب بقى كل ده مع بعض في الخلاط. بعد كده معايا في البولة كوبايتين ونص من الدقيق، بس الدقيق هنضيفه تدريجيا. اول حاجة انا حطيت هنا كوباية وهنخلها، لازم الدقيق يتنخل كويس قوي مرة او مرتين، انا عملته مرة بس. دي كده تاني كوباية وحطيت معاها كيس من البيكنج باودر. نص كوباية الدقيق اللي فاضلة مش هضيفها دلوقتي غير لما اشوف القوام معايا هيبقى عامل ازاي. ضفت بقى تقريبا كوباية من السفن والخليط اللي احنا عملناه. هقلب بقى كل ده مع بعض واشوف القوام، لو خفيف هزوده نص كوباية الدقيق، لو مظبوط معايا خلاص مش هيحتاج. لقيت القوام خفيف شوية فزودته نص كوباية دقيق ونخلتها كده. اقلب كل ده مع بعض كويس. في الوقت ده هشغل الفرن ويكون سخن على درجة حرارة 180. كده خلاص الخليط مظبوط جدا معايا. شايفين عامل ازاي؟ الصينية بقى دي مقاسها كبير، دهنتها كده دهنة زيت. بعد كده هنزل بخليط الكيك ده. شايفين الخليط عامل ازاي؟ هحطها على الشبكة في الرف الاوسط في الفرن. اخبط كده تخبطتين في الصينية. دخلتها بقى الفرن لحد ما استوت وبقت بالشكل التحفة ده. عايزة اقول لكم هشة جدا. اول ما طلعت من الفرن كده قطعتها. هنقطعها بقى بالشكل ده. هطلع معاكم قطع كتيرة جدا. عايزة اقول لكم بصوا خفيفة ازاي وهشة جدا. بصوا هي لسه سخنة، فانا طبعا مش عارفة امسك القطعة اوريها لكم. انجح طريقة للكيك ممكن تعملوها، هتطلع طعمها بجد تحفة. هسيبها بس تهدى شوية عشان اعرف اوريها لكم. بصوا هشة جدا مفرغة ازاي، طعمها بقى تحفة. بصوا كوبايتين ونص من الدقيق طلعوا معانا كام قطعة. هقطعها دلوقتي واوريها لكم هي قد ايه هشة من جوه. بصوا بقى لما نقطعها بجد تحفة. جربوا الطريقة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوا الكيك بالطريقة دي. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، اكتبوا لي تعليقات قولوا لي بتتابعوني من اي بلد، بحب اشوف تعليقاتكم جدا. جربوا طريقة الكيك دي، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا.